يا مساء الفل. النهارده هنعمل بريوش او طاقية السلطان، ودي ترند او الايام دي. اهم حاجه المقادير: نزلت بنص كوبايه من الميه الدافيه، نص كوبايه من اللبن، نص ربع كوبايه من الزيت، ونزلت كمان بثلاث معالق من السكر، ومعلقتين خميره فوريه. هننزل عليهم بالتدريج، وبعدين هنفصل بيضة وهناخد البياض بتاعها بس، وهننزل بالفانيليا وهنقلب المقادير ديت، وبعدين هننزل عليها بثلاث كوبايات من الدقيق، من 3 ل3 وربع او 3 ونص، على حسب ما الدقيق ما ياخد مننا العجينة. هنعجن كل المكونات، وبعد كده هنقسم العجينة ديت نصين. نص هنحط فيه كاكاو، والنص التاني هنسيبه أبيض. أهم حاجة إن احنا هنحط معلقة زيت أو معلقة سمنة أو معلقة زبدة، بس أنا ما كانش متوفر عندي الزبدة، نزلت عليها بالزيت، مفيش مشكلة خالص. ودي كمان نزلت عليها بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام اللي هو الأسباني، أو ممكن 3 معالق من الكاكاو العادي. وبعد كده هنسيبهم شوية لحد لما العجينة تختمر. هنسيبها طبعا لمدة من ساعة لساعة ونص على حسب درجة المطبخ. بعد ما العجينة اختمرت خلاص، هننزل برشامين الدقيق، وبعدين هناخد العجينة اللي لونها أبيض، هنفردها وهنخليها مستطيل. بعد كده هنفرد برضو العجينة اللي بالكاكاو، برضو نفس المقاس، أو ممكن يكون الأبيض متساوي مع الكاكاو. بعد كده عندنا اي شوكولاته متوفره في البيت ممكن ننزل بيها. انا كان عندي شوكولاته سايحه، او عندك شوكولاته خام ممكن نسيحها وننزل بيها. انا حطيت كمان شوكولاته شيبس، او ممكن نحط عليها مكسرات، ممكن نحط عليها فول سوداني، ممكن بندق. بعدين هنلف العجينه، وهنيجي في الاخر هنقطعها بالسكينة، وبعد كده هنلف واحدة واحدة لحد لما نخلص العجينة كلها. وبعد كده هنحطها في الصينية وهنسيبها تتخمر. وبعد كده الصفار البيضة هننزل عليه بمعلقتين لبن، رشة فانيليا، مع يعني ممكن اقل من نقطتين من الخل، علشان مش هنشم ريحة زفارة خالص. وبعد كده هنسيبها تتخمر تاني، وهندخلها الفرن. وبعد كده ما طلعت من الفرن، نزلت عليها بمعلقة من القشطة، او معلقة زبدة او معلقة سمنة او بزيت. وده شكل النهائي بتاعها، طلع حلوة جدا. الشوكولاتة باينة فيها من جوه، لو حطينا مكسرات برضو هتبان. والف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم على خير في وصفة تانية.